لديه ثقة داخل منطقة الجزاء، متأني، ومع يعني الدقائق الأولى دائما تكون صعبة على اللاعبين، لكنه حاضر على الصعيد النفسي والمعنوي. بصراحة لا يمل من الكلام عن بيلينغهام يا عبد العزيز. أداؤه وتأثيره على ريال مدريد في خلال المباراة واضح جدا. استلامه للكورة أنا أشوف إن هو أكتر واحد فعلا يستحق يلبس رقم 5. بحس إن زيدان بيلعب في ريال مدريد في طريقة استلامه، وعنده رأيه الخاص بيه واللي يحترم طبعا. بس معقولة تستلم داخل منطقة الجزاء، تتأنى، تسجل بهذه الطريقة؟ زيدان كان بيعمل كده. زيدان كان بيعمل كده. لما تشوف بيلينغهام من ظهره ولابس رقم 5 تقول زيدان، وهو بيستلم الكورة في هدوءه وتحركاته واستقباله وتوزيعه للكورة عبد العزيز، الاستخدام الوش الرجل الخارجي تقول زيدان في الملعب. هدوء في التعامل داخل منطقة الجزاء وتركيز في التسديد، كل ده بصراحة يعني تحس ان هو كابتن ريال مدريد. يطلب الكرة من مودريتش. أنا كان يطلب الكرة من مودريتش. الباصة بتاعت مودريتش نفسها عايزة ربع ساعة حكايات تتكلم عليها في الهدوء والتمرير والرؤية. هي لكارفاخال، لكن مودريتش تشعر بأنه يريدها لبيلينغهام أكثر. يعني الهدف حلو ملعوب من الفريق، تحضير حتى كمان من كارفاخال لبيلينغهام، كله مميز بصراحة. إنما اللقطة الأخيرة دايما هي اللي بتفضل في دماغ الناس. بص الهدوء والتعامل برغم من 3 مدافعين قدامه، ولكن تركيز على الهدف بتاعه وتسديد الكرة داخل المرمى. هو شوط جيد من ريال مدريد، ولكن المرتدات اللي بيعملها أوساسونا خطر جدا على الريال يا عبد العزيز، وخاصة من على الأطراف، وتحديدا الجبهة اليسرى اللي فيها مندي وتشواميني. فريق أوساسونا فريق خطر جدا في التحولات، وشفنا الفرصة الأخيرة اللي قبل